اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده حابه اعمل معاكم طريقه جلاش باللحمه المفرومه. ان شاء الله طريقه حلوه وهتعجبكم، وهتشوفوا فيها خطوات وابتكارات في صينيه الجلاش كده اللي ما بيعرفش يعملها لاول مره، وهتنجح معاكي من اول مره. كلكم بتعرفوا تعملوا احسن مني كمان، بس انا هعملها النهارده بطريقه حلوه قوي هتعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، اول حاجه انا حطيت الطاسه بتاعتي كده على البوتاجاز. حشي الطريقه عليها دايبسه اتقشرت كده من ايه، من كتر الغسيل بتاعها. هنحط معانا كده ايه، حاجه بسيطه كده من الزيت. طبعا لازم الطاسه تكون معايا سخنه علشان انزل باللحمه، عشان هنعمل العصاج بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب معايا كده المعلقه اللي هقطع بيها كده، اعمل اللحمه كده عشان تخفف معايا. ابعدي شويه يا توتو عشان مفيش حاجه كده عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. انا طبعا ما بقلبهاش اول ما بحطها، بس بدوس بس كده عليها عشان تبقى كلها واخده الصدمه بتاعه النار. اول ما بحطها كده بصراحه بقوم حاطه معايا رشه من الملح عشان تفرول معايا، ما تبقاش يعني مكتله وتبقى مفتفته معايا كده. مستنيه انا شويه كده، اقوم ماسكه بقى قربيه منك خلاص، ما تقلقيش مش هتفرفش عليك. هدي التقليبه بقى بتاعتي. بسم الله ما شاء الله. هنعمل عصاج ان شاء الله هيبقى جميل، يمشي معاكي في لحمه، في اللهم صل على النبي، في مكرونه بشاميل، في جلاش. بصي اي حاجه بنحب نعملها زي الحاجات المناقيش او السمبوسه. العصاج ده ما شاء الله بيخش في حاجات كتيره اصلا. بصوا ما شاء الله. نديله تشويحه بس كده لما اللحمه كلها تغير بس كده لونها، عشان نشوف نحط لها برده ايه. بصوا حبايبي، اول ما اللحمه معايا ما شاء الله كده، انت مقربه جامد قوي كده ليه؟ ادي مجال كده يا توتو لنفسك عشان اعرف انا اتحرك وانت تعرفي تصوري يعني. بصوا كده، اول ما اللحمه معايا خدت التشويحه، هنزل معايا كده بالبصلايه اللي احنا فرمينها الحلوه بتاعتنا دي. تدي بقى السكره معانا للايه، للعصاج بتاعنا. وشوحي الكلام الحلو ده كله مع بعض. بسم الله ما شاء الله. لسه ما حطيناش بهارات ولا توابل، وشوفوا المنظر والريحه. الصلاه على النبي. هجيب معايا كده بهارات 7، واحط كده رشه بهارات 7. بسم الله الرحمن الرحيم. ربع معلقه كده صغيره، انا ما بكترش بس عشان خاطر ايه، ما يغنيش عن طعم الحاجه. وهنا حط رشه جوز الطيب، ما بستغناش عنها في اي حاجه بصراحه. وادي التشويحه بتاعتي الحلوه. بصوا ده كله احسن حاجه، احسن عصاج تعمليه، سواء هتضيفي فيه طماطم او لا بصراحه. يعني لو طماطم، لو هتحطي مكرونه بشاميل ممكن تحطي طماطم، وفي ناس بتحط طماطم برده في الجلاش في العصاج. عادي براحتك، دي اذواق، واللي يعجبك. بيدي سكاره بصراحه للعصاج، بس انا عادي بستكفى بالجزر والبصل. انتوا عارفين البصل والجزر اصلا، والجزر لوحده بيدي سكاره. بصوا ما شاء الله العصاج بتاعنا مفيش نقطه زيت، حاطين يا دوبك على القد، مش ولا منزل ميته ولا حاجه. تعرفي كده ان العصاج بتاعك زي الفل معاكي وماشيه مظبوط. تعالوا بقى ننزل بالفلفل بتاعنا كده اللي احنا فرمينه. عندك فلفل الوان حطي، ما عندكيش زي حالاتي انا استغنيت، طالما مش موجود عندي فلفل الوان استكفيت بصراحه بالفلفل الايه، الاخضر، وكم قرن شطه كده حراق يدعموا الدنيا بتاعتنا في العصاج. بصوا الصلاه على النبي على الشكل والروايح بقى ما اقولكوش. يا ريتكم واقفين جنبي وشامين ريحه العصاج وحلاوه. الصلاه على النبي. بصوا ما شاء الله. بصوا شكل العصاج بتاعنا حاجه كده تفتح النفس الامان. تعالوا بقى نحط كده، نكمل بقى التوابل بتاعتنا. انا بقى احط رشه ملح بسيطه خالص عشان انا حطيت في البدايه. بسم الله. احط رشه من الكزبره. هجيب معايا رشه من الكمون. عايزه تستغني عن ده كله، لو عامله عندك دقه محوجه عادي بتحطي منه. واحط رشه من الفلفل الاسمر، وواحده مكعبه، دي اختياري. بس كده مش هستكفى بالتوابل والحاجات اللي احنا حطيناها دي، كفيله قوي تودي العصاج طعم وريحه حكايه. بصوا الحلويات دي بقى في الوقت ده بقى، عايزه انت تضيفي طماطمايه، حطي معاكي الطماطمايه، هتقطعيها مكعبات صغيره، ما تتفرمش في الكبه او حاجه، عشان بس ما تبقاش العصاج بتاعك من مي كده وفي ميه ومن تحت وصوص.
اصلها مش مكرونه بشاميل. لو مكرونه بشاميل عادي انت ممكن تفرميه في الكب. اما لو الجلاش عشان ما يبقاش طري من جوه قوي، فبنقطعها مكعبات صغنطوطه خالص، هي واحده بس بتستكفي بيها وبتضيفيها. مش حابه زي حالاتي كده، عشان انا بحب بصراحه العصاج معايا ناشف زي ما بقول لكم كده، وتحطي براحتك كده، ما يبقاش الحاجه معاكي ايه مميميه كده. وهجيب معايا الجزرايه وبشراها برده. تخيلي بقى الشكل والروايح والطعم والالوان. مش عشان ما فيش فلفل الوان بقى احنا هنقول لا مش هيبقى حلو. لا بالعكس، ده بيبقى زي الفل. ده احنا لو عملناه ببصل وقرن فلفل، بصوا انا جوعت من الريحه، وقرن فلفل وقرن شطه وجزرايه، الصلاه على النبي. بصوا الريحه، الصلاه على النبي، ما شاء الله يا حبايب قلبي، والله مش حلفان كده وخلاص. الريحه خطيره، يا ريتكم تكونوا واقفين جنبي وشامين الريحه، والطعم هيبقى احلى واحلى كمان. بصوا الصلاه على النبي، ده العصاج بتاعنا يا حبايب قلبي. انا مش هحط فيه اي حاجه تاني، بس ههدي سنه بسيطه بس كده على النار بتاعتي. بسم الله. ههدي كده حاجه بسيطه واسيبه كده يا دوبك دقيقتين قبل ما اجهز معايا الجلاش، واسيح معايا السمنه اللي هورق بيها الجلاش بتاعنا، وارجع لكم على طول. بصوا حبايب قلبي كده العصاج معايا استوى. طبعا تعالي هنا كده اوريهم يا توتو. هنا كده معايا ايه؟ هنا كده معايا، انا ما عنديش سمنه، مش هنعمل جلاش، لا هنعمل. جبت معايا معلقتين القشطه اللي على وش اللبن، مسكتهم حطيتهم كده معلقتين زيت، وحطيتهم معايا كده على البوتاجاز، وهنسيحهم مع بعض، وهيبقوا سمنه بلدي بالظبط زي السمنه البلدي، نفس الطعم ونفس الريحه وكل حاجه. هسيبهم كده معايا، وتعالوا بينا كده بقى نشغل نشوف هنعمل ايه في صينيه الجلاش بتاعتنا. تعالي كده يا توتي. انا جبت معايا كده صينيه مدوره. بسم الله. ابعدي شويه عشان تعرفي تتحركي براحتك. هاخد معايا من الايه، من السمنه بتاعتنا الحلوه اللي احنا حاطينها على البوتاجاز بتسيح دي. هاخد منها كده، ندهن بس الصينيه معانا من تحت. بسم الله. وطبعا انا بحب اعمل في الصواني دي، فبحط ايه بصراحه، بمسك الصينيه. بصوا بمسك الصينيه، انا هوريكم انا بعملها ازاي. بحط الجلاش معايا هنا كده، وبقوم جايبه معايا الصينيه ماسكاها حطاها كده وبالسكينه، وبديها داير ما يدور، بتطلع معايا بنفس رسمه الايه الصينيه بتاعتي، سواء مربعه سواء مدوره، بتطلع معاكي مظبوطه معايا. بصوا كده السمنه معايا على البوتاجاز. تعالي اوريها لهم كده يا توتو. بصوا ما شاء الله بتسيح معانا كده وتندمج مع بعضها، وبتقلب معانا سمنه بلدي خطيره. ويا سلام بقى لو خدتي من القشطه دي وفقشتي عليها بيض. عايزه اقول لك البيض بيبقى معاها عسل نحل مسكر بطريقه غير طبيعيه، خلاف ما بتعمليه بالزيت ولا بسمنه عاديه. لا بيبقى احلى بكتير. جربوا بقى الطريقه بتاعه القشطه ما بنعمل بيها البيض، بتبقى خطيره بصراحه. انا هطفي عليها استكفى كده. تعالوا اما نكمل بقى صينيه الجلاش بتاعتنا الحلوه. انا هجيب معايا هنا الصينيه الطاسه بتاعتي كده. بسم الله. ونسقسق بقى كده الجلاشه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. ونكمل برضو. انتي بقى ورقه الجلاش بتاعتك بتبقي عارفه الجلاش ده. بصوا انا عندي الجلاش ده خفيف شويه، فخفيف شويه. انا الطبيعي ان انا بجيب ورقه الجلاش بتبقى ايه، بحط 6 من تحت و6 من فوق، وبتبقى معايا حلو وزي الفل. لو مش حابين صحيح هقول لكم حاجه، لو مش حابين ان انت تعملي ورقه ورقه زي ما انا بدهن كده، في طريقه تانية حلوه قوي كنت بعملها، بس بعملها في البوريك. بتعمليها ازاي يا ام احمد؟ انا بنفس طريقه السمنه زي ما ديت انا عاملاها. منا مثبته على الفرشه مش عارفه ليه، بس ما علينا. بنفس الطريقه زي بتاعه السمنه دي كده. بقوم جايبه معاها بضايه، وجايبه معاها نص كوبايه لبن، وحاطه معاها معلقه دقيق ومعلقه نشا، واحط رشه فلفل اسمر ورشه ملح ورشه جوز الطيب، وارب ده كله في قلب بعضه، واعمل الجلاش بالطريقه بتاعتنا العاديه، بس من غير ما اعمل اي تشريبه زي ما بعمل هنا كده. بس من غير ما بحط كده ايه ما بين كل رق ورق حاجه، لا بحط الجلاش كله مره واحده، وبعمل معايا العصاك في النص وبقيه الجلاش. بتطلع معانا حلوه وجميله. بتقطعيها وتاخدي التشريبه اللي انت عاملاها تسقيها فيها، بتبقى مورقه وجميله، بتبقى حلوه بصراحه، وبتبقى زي الفل معانا. مره تانية هبقى اعملها معاكم برضه. انا قلت بس اللي حابب يعملها بالطريقه ديت اللي هي البلدي الفلاحي بتاعتنا عادي، اللي حابب بالطريقه التانية زي بتاعه البوريك التركي كده عادي برضو، بتبقى حلوه وجميله. انا عملتها وطلعت خطيره، بس انا بعملها مش في ديت بصراحه. انا لما جربتها في اللهم صل على النبي. وانا ممكن اعمل صينيه وصينيه، هتصدقوا انا هعملها كده معاكم واحده عاديه واوريكم الفرق بين دي ودي. انا عملتها ما شاء الله في البوريك التركي اللي هو
كذا طبق، او بنحط فيه كده اللحمه المفرومه ونلفه رول، وبعدين بنحط التشريبه اللي انا قلت لكم عليها دي، ومن على الوش حبه البركه وسمسم، وبتبقى خطيره بصراحه. بتبقى حلوه قوي في عزومات كمان، لو بتحطي ما شاء الله كل واحد كده ايه اللي يمسك الصباع، لو في اولاد او حاجه مفيش حاجه بتقع منه. والطبيعي ان احنا بنحط رشه جبنه، فبتمسك الدنيا دي كلها ببعضها بصراحه. بس بتبقى حلوه قوي في العزومات اللي هي البريك التركي. بس انا بصراحه بفضل الحاجات اللي هي الفلاحي شويه، تمسكي خرطه الرقاق، خرطه رقاق ما شاء الله تملى العين كده وتشبع بمعنى الكلمه. انا هعمل معاكم واحده كده طبيعيه عادي زي ما احنا بنعملها فلاحي، وهعمل التانية بالتشريب. انا عادي مش مشكله، نبقى عارفين حتى الفرق والشكل هتشوفوه معايا برضو. هكمل برضو كده الطبقات بتاعتي اللي انا هحطها من تحت كلها، عشان ورقه الجلاش دي ما شاء الله تعالي كده يتوتو وراها له. بصوا ما شاء الله فيها طبقات كتيره، بس هي خفيفه بصراحه، خفيفه. فعشان كده ايه انا ابني جايب لي دوت بلدي، اللي هو واحده هي اللي عاملاه، خلاف اللي هو بيبقى جاي من السوبر ماركت وكده. فانا هكمل نص من تحت واسيب النص من فوق، ارجع لكم على طول. بصوا حبايبي، انا حطيت كده نص المقدار هنا. طبعا الورقه ديت مش هدهنها اكيد عشان هحط فيها العصاج. هنحط كده كميه العصاج بتاعتنا اللي حابه تحطيها. في ناس بتحب الجلاش العصاج بتاعه مليان جامد، وفي ناس بتحبه زي حالاتي وسط، ما بحبش بصراحه تبقى طاغي لحمه قوي. بسم الله. احط كده الكميه بتاعتنا. عايزه اقول لكم العصاج ريحته خطيره وطعمه احلى ومشطشط كده وطعم. الشطه بتاعته خفيفه بصراحه، مش اللي هي طاغيه ما تتاكلش، لا اللي هي تفتح النفس تتاكل، يعني ما تحتاجيش جنبه مخلل، مش محتاجه جنبه اي حاجه، هو لوحده كفيل لوحده انك تاكلي منه تشبعي بالف هنا وشفا. بصوا بالشكل ده كده نسوي كله كده، كل الجلاش يبقى كده واخد لحمه معانا. بسم الله ما شاء الله. نشيل بقى ده كده وناخد معانا نكمل الرقاب بتاعتنا الحلوه اللي احنا هنعملها. هحط كده طبقه ونكمل برضو بنفس الشكل كده، سمنه معانا كده، ونحط الطبقه التانية. هعمل كله بنفس الشكل كده اهو، بنفس الشكل كده لحد ما اخلص ورقه الجلاش، عشان تبقى الصينيه بتاعتي ليها كده ايه رونق معايا، تمسكي كده قطعه الجلاش تبقى شخصيه معاكي كده وحلوه. بصوا كده بنفس الشكل كده. بصوا حبايب قلبي، انا كده خلصت الصينيه بتاعتي كلها اهي، حطيت فيها الطبقات، قسمت الورق الجلاش بصراحه معايا، خليت نصه تحت ونصه فوق، بس الزياده من تحت ورقتين عن فوق بصراحه، لان انا كل ايه بسم الله الرحمن الرحيم همسكها كده معايا. اللهم صل على النبي. هقوم جايه ماسكاها. انا بحب بصراحه الصواني دي اعملها زي قطعه البيتزا كده. بصوا ما شاء الله اهو، بتبقى الحته كده لها شخصيه وبتبقى حلوه معايا بالشكل ده كده. واقوم قاسمه دي اتنين. بسم الله. اهو كده بقى اتقطعت معايا اهي. التقطيعه بقى اللي تناسبك، انا بحب التقطيعه دي معايا في البيت او في العزومات، بتبقى معايا ليها شخصيه وبتبقى حلوه، وما تطلع هتشوفوها برده تبقى شكلها حلو. هجهز بقى معايا كده التشريبه بتاعتها دي، الطريقه الفلاحي بتاعتنا خالص العاديه، وهوريكم بقى الطريقه التانية اللي ايه بالصدفه كده انا مش مجهزه لها والله، بس هعملها معاكم برده، يبقى التجربه واحده من دي واحده من دي، والانسب ليكم واللي شايفينها الاحلى ليكم تعملوه. يلا بينا بقى يا حبايبي نعمل التشريبه بتاعت الصينيه الجلاش بتاعتنا. انا عندي بيض، لقيت البيض اللي عندي بصراحه بلدي، فعادي مفيش اي مشكله عادي، ده ماشي الحال وده ماشي حلو، بس عشان في قشره بتجنبها عشان ما تجيش معايا في قلب الايه. بسم الله. اهي البيضايه بتاعتي اهي، بسم الله ما شاء الله. هنحط عليها ايه؟ هحط عليها رشه جوز الطيب، بسم الله، وهجيب معايا رشه فلفل اسمر، وهحط معايا رشه من الملح، بسم الله. لو عندك شوربه عادي، بس ايه شوربه ولا بحط فيه بيض ولا لبن. ما عندكيش شوربه عادي بتعمليه بالبيض واللبن، ما فيش عندك بيض بتستخدمه بلبن، بس عادي الموجود عندك بتستخدميه، ما بنقفش على حاجه واحده، الموجود عندنا بنمشي حالنا منه وبنعمله. المهم ان احنا رضينا العيال وعملنا لهم اللي هم عايزينه، وبتطلع معانا والله كل واحد ربنا بيحلله زيته، سواء في ما فيش بتطلع معانا زي الفل. بصوا كده رب البضايه
مع جوز الطيب والفلفل الاسمر والملح واللبن، كله كده في قلب بعضه عشان الفلفل الاسمر ما يتكتلش في مكان. هنزل بقى بالايه، بالخليط بتاعنا اللي عملناه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. كله على الصينيه كده، بسم الله ما شاء الله اهو. ونمشي كده الدنيا دي كده 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 اهي. كله طبعا في ثانيه هتلاقيه اتشرب، في ثانيه واقل من الثانيه هتلاقي ده كله اتشرب معاكي. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله اهو، زي الفل وزي العسل معانا اهو. تيجوا بقى نحط دي معانا في الفرن. بصوا جوز الطيب انا قلت عشان كده عايزه اقلب كويس قوي عشان جوز الطيب بصوا ما يركنش معايا هو والفلفل الاسمر على الوش. بس ما فيش مشكله، احنا عارفين ان ده جوز الطيب وفلفل اسمر. تيجي بينا نحطها كده في قلب الفرن عقبال ما نعمل الصينيه التانية او ننجز وقتنا الحاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. احطها كده معايا في الفرن واجهز الحاجه بتاعت الصينيه التانية عشان نعملها مع بعض على طول. يلا بينا يا حبايبي نعمل الصينيه التانية اللي قلت ايه هنعملها كده سهله من غير تشريبه. تعالي كده يا توتي هنا كده معايا. بصوا انا قطعت الصينيه معايا. بصوا كده تعالوا اما نشوف كده دي كام رق. الصلاه على النبي. يعتبر هنا 4 6 بسم الله 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ما شاء الله. طب انا هاخد بقى كده ببركة النبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة كده عشوائية اهو دي كده. بصوا كده معايا. تعالي هنا كده توت على الصينية. ده بقى التشريبة. الناس اللي ملهاش بقى صبر تقعد تعمل ورقة ورقة، ده بقى في ثانية بتلاقي نفسك خلصتي. خدوا بالكم تصدقي ان انا نسيت احط الجبنة الموتزاريلا في النص، لسه فاكره دلوقتي حالا في صينيه الجلاش التانية. بس ما علينا هنعوضها ونحط في الصينيه الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله. ننزل بالحشوه بتاعتنا المفروم كله وهسويها برده كده معايا كلها. عايزه اقول لكم ريحه اللحمه المفرومه معرفش سبحان الله انا ما كنتش جعانه بس ريحه اللحمه المفرومه ريحتها هتجوع بصراحه. بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب بقى اعوض. انا ما حطيتش في التانية جبنه موزاريلا مع اني مطلعه الجبنه تفك معايا بس سبحان الله نسيت خالص ان انا احطها. بسم الله. عادي عادي مفيش مشكله هتبقى زي الفل برده معانا. هو احنا مش في البدايه قلنا فلاحي فسبحان الله هي جت بقى فلاحي بمعنى الكلمه. في الفلاحين ما كانوش بقى في البدايات من الاول ما بنحطش جبنه والكلام ده، كانت بتتعمل باللحمه المفرومه بتطلع معانا زي الفل. بصوا الصلاه على النبي. عسل كده. ده ميكس جبنه واقوم جايبه النص التاني. بسم الله. النص التاني من الجلاش بتاعنا واقوم جايه ماسكاه حاطاه على الوش كده اهو بالشكل ده. هدوس عليها كده عشان الحشو كله ينزل معايا يتكبس كله كده مع بعضه بالشكل ده كده. وهقوم جايبه معايا السكينه ومقطعاها برده بنفس التقطيعه اللي انا عملتها في التانية. تعالوا بينا بقى يا حبايبي نعمل التشريبه بتاعتنا بتاعه الجلاش بتاعنا ده اللي احنا ولا عملنا فيه ما بين كل رق ولا حاجه ما خدش معانا دقيقه على بعضها. اجيب معايا برده بضايه كده. بسم الله. امسكها بقى كده هنا عشان عايزه اربها كده كويس. بسم الله ما شاء الله. تعالوا نحط لها من دلوقتي بقى رشه جوز الطيب زي ما عملنا في التانية بالظبط هنعمل هنا. واحط معايا رشه من الفلفل الاسمر ورشه من الملح. بسم الله. نرب البضايه بالتوابل بتاعتنا. هتستخدمي ايه تاني معايا هنا؟ معلقه دقيق، معلقه نشا، ونص معلقه بيكنج باودر. هدلقها معايا كده على البضايه. بسم الله. وهقوم جايبه معايا حوالي نص كوبايه من اللبن علشان يتغلغل كله مع بعضه. لا كفايه لبن معايا كده علشان هجيب معايا القشطه بتاعتي الحلوه ديت اللي انا عملتها. بسم الله. مع الزيت هدلق منها كده حوالي 3 معالق كده كبار. بسم الله ما شاء الله. فانا هدلقهم كلهم بصراحه
كله بقى هيتغلغل وهتبقى فطيره مورقه. بسم الله ما شاء الله، بالشكل ده كده. ونرب الكلام الحلو ده كله مع بعضه لحد ما يندمج عشان ندلقه معانا في الصينيه. بصوا حبايب قلبي كده، ربنا بقى اللبن زي ما قلنا والحاجات الحلوه بتاعتنا اللي هتورق معانا ورقه الجلاش بتاعتنا الحلوه دي، وهنزل بيها كده ايه، الصلاه على النبي. استني بقى عليها شويه، ده كله هيتغلغل وهيتشرب معاكي من تحت. بصوا ما شاء الله. وانا لو حسيت ان في حاجه زياده انا ممكن اشيلها، بس ده كله هيتغلغل ان شاء الله دلوقتي في قلب ورقه الجلاش بتاعتنا وهيتشرب. هستنى عليها بس ايه كام دقيقه كده، واول ما احس ان الجلاش اتشرب لو الحشو بتاع دوت، اللهم صل على النبي، التشريبه بتاعتها هدخلها على الفرن مع اختها التانية على طول. بصوا يا حبايب قلبي، ادي اول صينيه معايا اهي، الصلاه على النبي الصلاه على النبي، ديت اللي هي بالتشريبه البيض واللبن العاديه خالص معانا. بسم الله. ودي معانا هيت اللي احنا عاملين لها التشريبه بقى بتاعتها اللي فيها الدقيق ورشه البيكنج باودر. تعالى يا صلوح كده اوريهم الحلويات بتاعتها. الصلاه على النبي. حابه بقى انت تغمقي اللون عن كده براحتك خالص، كله في ايديك انت. هقفل معايا كده الفرن بتاعنا. بسم الله الصلاه على النبي. هعمل انا بقى ايه، طبعا هي لسه سخنه. هجيب معايا كده ايه، بسم الله ما شاء الله، هفتحها كده من الجناب من هنا كده. هي كده كده دي سايبه شويه. بصوا حبايب قلبي، دي كده خلاص اللي هي اول واحده معانا، اللي طبعا ما اتحطش فيها جبنه، نسيت احط فيها جبنه. الصلاه على النبي. انا ممكن بصوا عايزه اقلبها معاكم نشوف كده شكلها عامل ازاي. تعالوا بينا كده نعمل ايه. بسم الله. اعملها كده ولا من التانية عشان دي صينيه كبيره شويه. انا بجيب معايا الصينيه الاستانلس دي، مش مشكله، ما فيش مشكله معايا. واقوم جايه واخداها كده. بسم الله. ما نشوف كده شكلها من تحت عامل ازاي. هي فكت معايا اهي. الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع رسول الله. بصوا المنظر، بصوا الشكل معايا. دي صينيه الجلاش من تحت اهي. عايزين بقى احنا وشها عايزه خالص اهي، نقلب كده ومعاكي في وشها وبراحتك خالص. حابه تقلبي زي ما انا قلبت براحتك، مش حابه تقلبي وتسيبيها زي ما هي في الصينيه وتقطعي برده براحتك خالص. دي الاولانيه اللي معانا اهي، التانيه معانا الناحيه دي. بس انا عايزه اقطع لكم كده خرطه تشوفوا شكلها من جوه عامله ازاي. دي اللي احنا عاملينها بالبضايه واللبن. بسم الله ما شاء الله. انا طبعا بستسهل المقص عن السكينه بصراحه في اي حاجه. بسم الله. بصوا الشكل كده، بصوا الشكل يا حبايب قلبي، شايفين من تحت ومن فوق والبخار والحشوه من جوه. الصلاه على النبي. الف هنا وشفا للي ياكل. دي الاولانيه اللي معانا اهي. تعالوا بينا نشوف التانية. بسم الله. دي طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو هقوم واخده معايا كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان بس نشوفها من جوه مع بعضنا طراوتها عامله ازاي. حابه بقى انت تزوديها عن الفرن كده براحتك خالص. انا بصراحه انجزت نفسي عشان الاولاد رايحين الدرس، فعايزه انجز نفسي، فايه طلعتها ايه بدري سنه. لو حابه انا احطها تاخد وش تحميله تاني عشان احسها من النص، حاسه ان هي عايزه تاخد لون شويه، بس عادي مفيش اي مشكله معايا. بصوا ما شاء الله. الصلاه على النبي. دي اللي بقى بالتشريبه. عاجبك بقى انا عملت معاكم الاثنين اهوت، وما كنتش عامله في حسباني ان انا هعمل دي، بس عادي مفيش مشكله عادي. حابه تعملي دي تعمليها، حابه تعملي التانية براحتك خالص. بس طبعا هي سخنه مولعه وانت مش طايقه ايه المس السخونيه بصراحه، مع ان الجو ساقعه، بس مع السخونيه بتاعه الفرن مفيش لعب. بصوا ما شاء الله. بصوا من تحت، بصوا شكلها من تحت. دي اللي هي بالتشريبه. بصوا الصلاه على النبي. تعالوا نشوف من النص كده. سخنه مولعه طبعا. بصوا كده سخنه سخنه نار. تعالوا بنبص كده عليها. بصوا الجبنه معايا وفي اللحمه. بصوا الصلاه على النبي عامله ازاي في الشكل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع رسول الله. ما شاء الله كده يا حبايبي. بصوا الصلاه على النبي، لا قوه الا بالله. ده اللي هو فيه تشريبه، وده العادي بتاعنا خالص اهو. ما شاء الله. بصوا شكله وقوامه اللي يعجبك بقى واعمليه. ده اللي مقرمش شويه، وده برده مقرمش معانا اهو، بس ده فيه كميه طراوه من جوه خلاف التاني مع الجبنه بقى. ما شاء الله. الف هنا وشفا للي ياكل. اهم حاجه ما تنسوش حاجه، ما تنسوش يا حبايبي اللي مش عامل اشتراك يشترك عشان قناتنا تكبر بيكم، واللايك يا قلبي، وتعليق حلو منكم،
واستنوني ان شاء الله في وصفة جديدة، وتفضلوا معانا.